حكم نهائي مونديال 2022 يرد الصفع لفرنسا. كسر الحكم البولندي لمباراة نهائي كأس العالم شيمون مارسينياك صمته على خلفية مزاعم بأن هدف الأرجنتين الثالث ضد فرنسا كان يجب أن يلغى. وواجه الحكم ادعاءات من وسائل إعلام فرنسية بأنه كان يجب عليه أن يلغي الهدف الذي أحرزه ميسي لأن 2 من البدلاء ركضا إلى أرض الملعب قبل أن يتجاوز هدف ميسي خط المرمى. ووقع أكثر من 200,000 مشجع فرنسي على عريضة لإعادة المباراة النهائية بسبب أخطائه المتصورة، لكن مارسينياك رد بتحد على الانتقادات الموجهة إليه، حيث أظهر صورة على هاتفه ل7 لاعبين فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدف التعادل الثاني لمنتخب بلاده. وخلال مؤتمر صحفي، قام مارسينياك بسحب هاتفه مع صورة يقول إنها كانت في الوقت الذي سجل فيه كيليان مبابي أحد أهدافه ال3 ضد الأرجنتين. وقال: لم يذكر الفرنسيون هذه الصورة، حيث يمكنك أن ترى كيف كان هناك 7 فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدفا. وكانت اللحظة المثيرة للجدل في الدقيقة 108 حيث صد الحارس الفرنسي هوغو لوريس تسديدة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز على المرمى، غير أن جهود لوريس في إنقاذ مرماه بشكل جيد لم تثمر بشكل كامل عندما سقطت الكرة أمام ميسي ليحرز الهدف الثالث من مسافة قريبة.